إلا كنتي كتفكر تجي لميريكان أولا تبدل الولاية ديالك، خاصك تشوف تكساس. واش عرفتي بأن هاد الولاية راه كبيرة بزاف، فيها فرص العمل، ولكن الحرارة فيها كتحرق، وبعض المدن بداو غاليين بزاف. اليوم غادي نعطيك الحقيقة الكاملة، أولا على الأقل قريبة الكاملة، على تكساس: الجو، الخدمة، المعيشة، المميزات والعيوب ديالها. خليك معايا. تكساس هي ثاني أكبر ولاية في أمريكا من ناحية المساحة، والعدد السكان ديالها أكثر من 30 مليون. هي أكبر المدن اللي فيها كاينة هيوستن، كاينة دالاس، أوستن، وكاينة سان أنطونيو. هادو هما المدن اللي كبار اللي فيها. بالنسبة للجو، خاصك تعرف هاد النقطة مهمة بزاف: الصيف سخون بزاف، وقدر الحرارات تأثر عليك إلا كنتي نتايا مولف البرودة. الشتا معتدل والثلوج قليلة، بعض المناطق فيها الأعاصير. إلا ما تتصبرش السخونية، تكساس ما صحالكش، غتعذبك بزاف. فرص العمل فيها في تكساس معروفة بفرص العمل بزاف، خصوصا في النفط والغاز والبناء والنقل والشاحنات والمطاعم اللي فيها كتار، لأن الجالية العربية كتيرة تما، والتكنولوجيا خصوصا موجودة تما. الميزة الكبيرة، ما كايناش الضريبة على الدخل الشخصي، على المهاجر الجديد يقدر يلقى خدمة بسرعة إلا تحرك وباغي يخدم. المعيشة مقارنة مع ولايات بحال كاليفورنيا ونيويورك، الكرا خاص الضرائب أقل والبنزين رخيص، ولكن أوستن ولا دالاس بداو كيغلاو شوية بسبب الطلب الكبير على السكن والمميزات اللي قلناهم. كاين واحد المميزات زوينين: إذا الاقتصاد ديالها قوي وفرصة عمل كتيرة والضرائب كيما تكون منخفضة، والإمكانية تجمع الفلوس بسرعة تقدر تجمعها. تنوع ثقافي كبير، لأن جمع بزاف ديال التنوعات من الدول. والحرارة كيما تكون مرتفعة بزاف، النقل العمومي ضعيف، ولكن خصك الطوموبيل، ضروري الطوموبيل. بعض المناطق منخفضة بزاف والمسافات بعيدة بزاف. الخلاصة هي تكساس مناسبة للعائلات وللشباب اللي بغا يخدموا ويجمعوا فلوس، الناس اللي ما عندهمش مشكل مع السخونية، اللي باغي يبدا من الصفر، اللي ما كيحبش عليه الحرارة، واللي ما عندوش السيارة، واللي باغي يحيد السيارة بحال نيويورك، ما صالحالوش. نتمنى هاد الفيديو يفيدكم، وما تنساوش لا نسينا شي حاجه تخليوها لنا في التعليق باش نشاركو في ضوء الناس اللي بغاو ينتقلوا او اللي يعرفوا هاد الولايه. مع سلامه، فيديو اخر ان شاء الله.